السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا فيكم من السفير. هذا يكون ملخص جديد من حكاية البنت كانغ، فإذا أنت ما شفت الأجزاء الماضية من هذه الحكاية بإمكانك أنك تشوفها بالقناة. وبس ما أطول عليكم أسيبكم على الفيديو ونكمل. من بعد ما هيون عرف عن اختفاء البطل تشاي دايون من قبل مدير جمعية الجامعين، فيكمل المدير وهو يقول لهيون إن تشاي دايون هذا كان واحد من الأشخاص اللي تم فقدانهم في 99 يوم هذيك، وكل الأشخاص اللي تم فقدانهم في هذيك الأيام حنا سميناهم بالتلاشي. وعلى طول نعرف انها بالوقت اللي اندمجت فيها الارض واللي كانت هي العالم الحقيقي مع العوالم المختلطة، تعرضت الارض وقتها لحوادث بالمرة كبيرة، وكل الحواجز اللي كانت بين الحقيقة والخيال تحطمت بالكامل. ومن ذيك اللحظة اللي اصبحت فيها القصص حقيقة مطلقة تم تسمية ذاك اليوم بيوم توحيد العقول. وبين ما كانت كل هذه الاحداث قاعدة تصير اختفى بعض البشر بدون ما يخلفون وراهم اي اثر، والسبب الحقيقي اللي خلاهم يختفون من هذا العالم للحين لسه ما حد يعرفه. لكن في شيء واحد حنا بالفعل متأكدين منه، وهو ان هذول الاشخاص بالفعل انتقلوا الى عالم اخر. وبالنسبة لهذا الموضوع فبالفعل في من هذول الاشخاص اللي عادوا لهذه الحياة لكنهم للأسف كانوا كهيئة جثث. وبالنسبة للاشخاص اللي عادوا وهم على قيد الحياة فهم بالفعل عادوا لكنهم كانوا كهيئة وحوش. وعلى طول يبدأ هيون انه يكلم نفسه وهو يقول ان في المستقبل بعض الاشخاص اللي اختفوا راح يرجعون بالكامل، وهذول الاشخاص راح يسموهم بالعائدين، لكنهم لسه للحين ما رجعوا. وبالتفكير بالموضوع الظاهر ان تشاي دايون هذا كان هو كمان واحد من العائدين، لكنه بالمرة ما رجع غير على نهاية العالم. وعلى طول يبدأ انه يتذكر تشاي دايون ويقول ان كل القوة والذكاء اللي اظهرهم امامنا بالنهاية طلعوا اشياء تم غرسها في داخله من قبل قواعد عالم اخر. لكن يقاطع تفكيره صوت المدير وهو ينادي عليه يقول له كنت بقول لك على شيء ثاني، وهذا الموضوع يخص والدة تشاي دايون. فيكمل المدير وهو يقول له إن من بعد اختفاء تشاي دايون ظلت أمها تبحث عنه بشكل مستمر لمدة 10 سنوات كاملين، والحين هي من بعد ما سمعت إنك تعرف عن ابنها طلبت إنها تقابله. وأول ما هيون يسمع هذا الكلام بالمرة يستغرب منه، فعلى طول يبدأ المدير إنه يسأل هيون إذا كان موافق على إنه يقابل والدة تشاي دايون. فعلى طول هيون يقوم وهو يقول له إنه بالفعل راح يقابلها شخصيا، وكمان يسألها إذا كان بإمكانه إنه يطلب مساعدته في أي وقت ثاني. فيقول لها المدير إنه بالفعل بإمكانه يطلب منها المساعدة في أي وقت. وعلى طول بعدها هيون يخرج من مكتب المدير وهو يقول إنه يعتقد إن أهله للحين لسه على قيد الحياة في هذه الحياة، لكنه في نفس الوقت خايف من إنه إذا كان هو واقف هنا فوش هو الشيء اللي صار على نفسه واللي كانت في الماضي، وهذا لأنه إذا الحين انولد كراوي فوش هو الشيء اللي صار على هيون اللي بهذا العالم أساسا. هل بإمكانه إنه يناديهم بأهله حتى؟ وغير كذا وش راح تكون ردة فعله إذا اعتقدوا إنه سرق مظهر ابنهم؟ وبين ما هو متوتر وضايع في أفكاره يصحي صوت شخص ينادي عليه، وأول ما يلتفت نعرف إن هذه تكون هي البنت كانغ. فيبدأ هيون إنه يسألها باستغراب عن وش هو الشيء اللي جابها لهنا. فعلى طول تبدأ البنت كانغ إنها تتوتر وتقول له إنها كانت بالمرة خايفة عليه، وتقول له إنه في الوقت اللي غادر فيه كان بالمرة متوتر فعشان كذا هي لحقتها إلى هذا المكان. فعلى طول يبدأ هيون إنه يعتذر منها عشان خلاها تخاف عليه، وكمان يعرفها إنها الحين بالفعل صار أحسن. فعلى طول نشوف البنت كانغ وهي فرحانة من هذا الكلام وتقول له إذا كان كذا فليه ما نرجع إلى مكتب المديرة بيك. لكن البنت كانغ تلاحظ إن هيون ما يبي يروح إلى مكتب المديرة بيك، فعلى طول تسألها إذا كان يبي يروح إلى مكان ثاني. وبالنسبة لهيون في هذه اللحظة فهو يبدأ إنه يتذكر الماضي ويقول إنه في هذه الحياة اختار إنه يكون هو الشخصية الرئيسية، لكن بنفس الوقت فأكثر الأشخاص اللي تأثروا من هذا القرار يكونون هم أهله، فعشان كذا حتى لو ما كانوا راح يتقبلوه فلازم إنه بالمرة ما يهرب بعيد عنهم. وعلى طول يبدأ إنه يكلم البنت كانغ وهو يقول لها إنه كان بالفعل مخطط إنه يروح على مكان ثاني، وكمان يسألها إذا كانت تبي تروح معاه. وأول ما البنت كانت تسمع هذا الكلام على طول توافق وتقول لها أكيد إني راح أروح معاك بما إنك مصر لهذه الدرجة. وأول ما البنت كانت توافق على إنها تروح مع هيون على طول يبدأ هيون يعرفها إنهم الحين راح يروحون إلى الأشخاص اللي قاموا بإنقاذه. وبالفعل يمر الوقت فنشوف البنت كانغ وهيون وهم على الباص، فتبدأ البنت كانغ إنها تكلم هيون وتقول له إنه يكون بالفعل رائع، وهذا لأنه بالرغم من إنه يكون راوي لكنه بالمرة ما يستغل هذه الأشياء ضد البشر. وكمان تقول له أنا أعتقد إنك بالفعل تمتلك ماضي ما حد يعرفه غيرك. لكن هيون على طول يوقفها ويقول لها تراكي غلطانة وما في ولا شيء من اللي قلتيه كان صحيح. فعلى طول تبدأ البنت كانغ إنها تضحك عليه وتقول له تراني متأكدة من هذا الشيء، وغير كذا ترى أنت اللي راح تخبرنا عن هذا السر بنفسك. وبعدها تبدأ إنها تسأل هيون عن مين يكونون
هذول المنقذين اللي حنا رايحين عشان نقابلهم. فيقول لها هيون تراهم يكونون ناس مذهلين وكلها شوية وقت وانت راح تشوفيهم بنفسك. فتبدأ البنت كانج انها تستغرب من طريقة كلام هيون عن هذول الاشخاص، وكمان تبدأ انها تسأل نفسها عن وش تكون هي علاقة هيون مع هذول الاشخاص، وتقول انها تبي تعرف كل شيء عن هيون وماضيه بالكامل. وبين ما البنت كانج مستغربة وقاعدة تفكر بكل هذه الاشياء، نلاحظ ان هيون هو كمان قاعد يفكر في البنت كانج، وعلى طول يسأل نفسه اذا كانت البنت كانج بالفعل تمتلك عائلة في اي مكان. فيقرر انه يقرأ كتاب البنت كانج عشان يعرف كل هذه المعلومات. لكن الغريب هو انه بين ما هو ياخذ الكتاب يتوقف في اخر لحظة، وعلى طول يقول انه بالمرة ما راح يتمكن من انه يسوي هذا الشيء في البنت كانج. وعلى طول بعدها يبدأ انه يسأل البنت كانج عن اذا كانت بالفعل تمتلك عائلة في اي مكان. واول ما البنت كانج تسمع هذا الكلام من لسان هيون بالمرة ما تصدق اذانيها، وعلى طول تبدأ انها تقول له هل انت مهتم فيني لدرجة انك تبي تعرف عني كل شيء؟ لكن هيون على طول يوقفها ويقول لها تراني بطلت وما بعرف اي شيء. لكن البنت كانج على طول تبدأ انها تتكلم وتقول عائلة؟ انا بالمرة ما امتلك اي شيء مثل هذا. واول ما هيون يسمع هذا الكلام بالمرة ينصدم منه. فتكمل البنت كانج وهي تقول له ايه تذكرت، انا بالفعل كنت امتلك عائلة في الماضي، لكني بالمرة ما اعرف حتى كيف كان شكل ابويا، واذا كنت تسأل ليه فهذا بكل بساطة لانه هرب مباشرة من بعد ولادتي. وتقول انه من الممكن ان هذا يكون هو السبب اللي خلى امي تسيء معاملتي، وحتى انه في يوم من الايام قالت اني بالمرة ما اكون بنتها حتى. لكن في يوم من الايام ومن بعد ما البنت كانت رجعت من المدرسة شافت البيت وهو كان مقلوب فوق تحت، ولاحظت ان باب امها واللي كان دايما مقفول مفتوح. واول ما دخلت عشان تطمن على امها انصدمت من الشيء اللي كان قدامها، وهذا لانها في ذاك اليوم امها بالفعل تخلصت من نفسها. وعلى طول تبدا انها تتصنع الابتسامة وهي تقول لهيون انها من بعد ما صاروا اهلها بعيدين عنها انتهى فيها الحال بانها تروح الملجأ وتتعرض للتنمر بس عشانها تكون فتاة خجولة. واول ما هيون يسمع قصة البنت كانت بالمرة ما يقدر انه يقول ولا شيء، لكن البنت كانت تكمل وهي تقول له ان كل هذا بالمرة ما هو مهم، وهذا لان هيون الحين قريب منها. فعلى طول هيون بهذه اللحظة يوقفها وهو ينادي عليها، لكن الصدمة هي انها في هذه اللحظة بالمرة ما يعرف وش يقول. فعلى طول تبدا البنت كانج انها تكلمها بحماس وتقول له اذا انت ما كنت دخلتي لحياتي فاكيد اني كنت راح اعيش حياة فاشلة الى الابد. لكن هيون من داخله فهو بالفعل يعرف ان البنت كانج في هذه اللحظة بالفعل على حافة الانهيار، وعلى طول يبدا انه يقول انه بالمرة ما ينفع انه يقارن بينها وبين امبراطورة السيف اللي كانت في حياتها الماضية، وهذا بكل بساطة لانها بالمرة ما بعمره عرف امبراطورة السيف الحقيقية. وبعدها يبدا انه يقول بالرغم من انها الحين بالفعل على حافة الانهيار لكن كل شيء الحين راح اسويه فهو راح يغير مصير البنت كانج بالكامل. وعلى طول يبدا انه ينادي على البنت كانج وهو يهون عليها، وكمان يقول لها انها بالمرة ما راح يتخلى عنها وراح يظل معاها الى الابد. فعلى طول البنت كانج تفرح وتقول له انها هي كمان بالمرة ما راح تتخلى عنه. وبالفعل بعدها يمر الوقت وكانج وهيون ينزلون من الباص، واول ما يوصلون لهناك يبدا هيون في هذه اللحظة انه يسترجع الذكريات ويتذكر مقهى الالعاب واللي كان يروح له يوم كان صغير، وكمان ريحة المخبز اللي كانت امه تحبه، وحتى انه يتذكر عربة الطعام اللي كانت تسلل اللي داخلها من بعد هروبها من الاكاديمية. وعلى طول يبدا انه يقول والحزن مرسوم على وجهه بالمرة ما تغير ولا شيء، لكن الشيء الوحيد اللي تغير يكون هو انا. وبين ما هيون والبنت كان قاعدين يمرون من امام حديقة الالعاب يسمعون صوت سيدة وهي تنادي على بنت، لكن هيون في هذه اللحظة على طول يشوف بنت وهي بالمرة مسرعة تهرب من جنبه. لكن الغريب هو ان هيون من الصدمة يتجمد في مكانه، واول ما نشوف البنت اللي هربت من جنب هيون نلاحظ انها هي كمان بالمرة مصدومة. فمين تتوقعون تكون هذه البنت؟ وغير كذا وش تكون هي علاقتها مع هيون؟ والاهم من كل هذا هو برأيكم مين يكونون هذول الاشخاص اللي انقذوا هيون؟ كل هذا راح نعرفه بالاحداث الجاية، لكن لين ذاك الوقت لا تقصرون باللايك والشير وسبسكرايب وانشر مقطع في كل مكان وفي كل الجروبات حتى راح بقال جنب بيتكم. وبس شكرا على المشاهدة، سلام.